السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. إذا أهلا بالإخوان المشاهدون في برنامج جديد، البرنامجكم العرب في المونديال. إذا نتحدث عن لقاء أمس الذي جرى ضد المنتخب الاسكتلندي. إذا فبالنسبة لي كرأيي أن المنتخب الوطني مقابلة البرازيل ومقابلة اسكتلندا، هناك اختلاف في الأداء، اختلاف كذلك في في الوجود في الميدان. رغم أن المنتخب الوطني المغربي انتصر، لكن الأداء، الفعالية لم تكن مثل ما كانت في لقاء البرازيل. إذا فالمنتخب المغربي ليس يسير في خطى غير ثابتة، غير مستقر في الأداء، وأن هناك تباين من المقابلة الأخرى. إذا مقابلة البرازيل كانت أحسن من مقابلة اسكتلندا. لماذا مقابلة البرازيل؟ لأن المنتخب المغربي كان يعلم بقوة المنتخب البرازيلي، وكان يخاف أن يقع في الهزيمة أو الأخطاء. إذا فهو كان أخذ جميع الاحتياطات، وكان سباق إلى الهدف. ذلك الهدف السباق، هدف السبق، هو اللي استطاع باش يحد من فعالية المنتخب البرازيلي. ولو قدر الله سجل المنتخب البرازيلي هو الأول، لكان يكون شيء آخر. إذا نعود إلى لقاء اسكتلندا. لقاء اسكتلندا لم يكن في المنتخب المغربي، لم يكن في الموعد. المنتخب المغربي بالرغم من النتيجة اللي حصل عليها فلم يقنع. قد أتعب نفسه أو أتعبنا معه في طول، خصوصا في الشوط الثاني. مستوى المنتخب المغربي تراجع، مع العلم أن المنتخب الاسكتلندي كان في أغلب اللحظات لم يلعب الكرة وكان يقوم بالدفاع. إذن من بعد أكثرية في نصف الشوط الثاني أصبح لاحظنا منتخب اسكتلندي آخر، ولاحظنا كذلك أن المنتخب المغربي الفرص اللي تحت لي كيضيع بها الطريقة. فبهذه الطريقة المنتخب المغربي أظن أنه لن يمشي بعيدا، وربما أن لا يصل إلى ما حققه في قطر 2022. إذا لا يبقى على هذا المستوى. إذا فالمنتخب المغربي عنده إشكال في الدفاع. كما لاحظتم أن المنتخب الاسكتلندي قد خلق ثغرات كبيرة في الدفاع المغربي، خصوصا من ناحية اللاعب ديوب. هذا اللاعب صراحة لم هذه المقابلات الرسمية القوية عرت على المستوى اللاعب ديوب. إذا اللاعب ديوب لم يكن في المستوى كما عهدنا في اللقاءات الودية. هو فقط هو يعتمد على الاندفاع البدني، وكذلك لديه فقط الكرات العالية اللي يقطعها بالرأس، لكن عندما يمسك الكرة فلا يعلم شيء ما يفعل بها. فأغلبية الكرات اللي كيمررها تمريرات كتكون خاطئة، وكتكون عند الفريق المنافس، أو كيرد إلى الحارس وكي يعرض الحارس لمشاكل كثيرة وخطورة كثيرة، كما لاحظنا في المقابلات اللي خصوصا مقابلة البرازيل. كاد الحارس بونو أن يصاب، الله يستر. إذا فالمنتخب المغربي لم يقنعنا في مقابلة اسكتلندا، وهذا ما كيعطينا استفهامات، لأننا حنا لم نرضى بالمستوى، لأن المستوى المغربي الآن، الفريق الوطني المغربي أصبح في الصف الأولى، في ربما الخامسة أو السادسة. فهذا يصبح من اللاعبين الكبار. نريد أداء مثل أداء الأرجنتين، أداء البرازيل، أداء إنجلترا، أداء البرتغال، أداء فرنسا. إذن هذا هو المستوى اللي خاص يكون به المنتخب المغربي. ما يكونش منتخب متذبذب، وخاصو يكون منتخب قوي خصوصا في الهجوم. كما لاحظنا أن المنتخب يفتقد لرأس الحربة قوي اللي يقتنص أهداف. دخول رحيمي لم يعطي شيئا. رحيمي كما لاحظتم جاءته محاولة، وخصوصا ان التمريره اللي مرر ليه كان سابق الكره عطاه بالدار. هذا ليس
يعني لا يبشر بالخير بالنسبة للفريق الوطني المغربي. إذا نتمنى صادقين أن كان معنا الحظ في هذا الفوز، الفوز بالصعوبة جدا. إذا فالمنتخب الوطني يعتمد على الأجنحة، خصوصا من جهة الحكيمي اللي كان كي يعني تفاهم مع دياز، كذلك مع اللاعب بوعدي اللي وسط الميدان، يعني وسط الميدان مع أناحي. الدفاع يعني لاحظنا الدفاع كان يعني اللاعب انقذ كثيرا، خصوصا ربما اعتقد شادي رياض. فكذلك كاين خنوس، كذلك يعني كاين واحد القتاليه للاعبين المزراوي، ولكن المشكل هو عيسى لم يقنع. فنحن نتمنى ان يتحسن عيسى وتتحسن الكره. يعني خاص، يعني يجب على الفريق الوطني المغربي ان يكون فريق قوي، لان تنتظر تحديات اكثر. لو ان واجه منتخبات قويه فيعني سوف دائما نعاني طيله المقابله. اذا فالمنتخب الوطني المغربي يعني الحظوظ ديالو ان كل العرب يعني تعول على الفريق الوطني المغربي في ان يشرفها. ولان الفرق العربيه الاخرى لحد الان لم تكن في المستوى، والحظوظ الوصول ديالها الى الادوار المقبله فهي حظوظ ضئيله. اذا فالمنتخب الوطني المغربي لحد الان فلم يقنع بالنسبه للسمعه ديالو، بالنسبه للترتيب ديالو، بالنسبه للمستوى الرابع عالم في قطر 2022. اذا ف يجب تحسين الاداء. هناك كذلك كيف استغلال الفرص، لان لاحظنا هدف تسجل من انصاف الفرص، وفرصه سانحه تضيع. اذا فنتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني المغربي، والتوفيق لباقي الدول العربيه. وما علي الا ان اشكركم، والسلام عليكم. وهذا كان رايي، واحسن ما أنصح به هو الحفاظ على الصلاة. الصلاة هي عماد الدين، وهي عماد هذه الحياة. إذا الصلاة هي حياتنا. إذا فإذا فرطنا في الصلاة فسينتهي كل شيء. وأما الكرة فهي لعبة غير محببة، فقط تبقى ليست كرة القدم يعني هي الشيء الكثير. إذا فالسلام عليكم، وهذا رأيي، ويبقى الرأي يحترم للجميع.